الحمد لله الكريم المنان بالطول والإحسان، الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعنا معهم برضاك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا بصحبتكم من الجنة منزلا، ونحن نعيش هذه الليلة 18 من شهر رمضان الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لختامه بصحة وعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد رأينا قصة جريج رحمه الله تعالى، وبينا فيما فيها من الفوائد والأحكام، وأن الإنسان إذا كان واثقا من ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لن يضيعه أبدا. إذا وثق الإنسان من ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لن يضيعه أبدا. في تتمة حديث جريج روى النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخرى وهي أيضا من أعاجيب بني إسرائيل، والقصة صحيحة الإسناد تتمة لحديث جريج، وهي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج قال: وبينما صبي يرضع من ثدي أمه إذ رأت أمه رجلا على دابة فارهة حسن الشارة، فنظرت إليه وقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فنظر الصبي إليه بعدما ألقى عنه الثدي ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله، ورجع ليرضع من جديد. وبينما هو على ذلك الحال إذ مرت جارية يضربونها يقولون لها: سرقت زنيت، وهي تقول: ما سرقت ولا زنيت، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الولد الصغير الثدي ونظر إلى الجارية وقال: اللهم اجعلني مثلها. فتعجبت الأم لصنيع ولدها الصغير، يرضع معناها أقل من عامين، هذا الطفل على أقل من عامين لا زال يرضع. فتعجبت الأم من صنيع ولدها وقالت له: لماذا قلت اللهم لا تجعلني مثله مع أنه حسن الشارة، وقلت اللهم اجعلني مثلها مع أنها جارية؟ فقال الصبي لأمه: أما الأول فكان ظالما عتيدا فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وأما الجارية فكانت مظلومة فقلت اللهم اجعلني مثله. شاهد من هذا الحديث والثلاثة الذين نطقوا في المهد: الأول هو عيسى بن مريم ويكلم الناس في المهد وكهلا كما قال الله عز وجل، والثاني هو صاحب جريج، والثالث هو هذا الصبي الذي قال اللهم اجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. هذا الصبي وقيل أنه صاحب الأخدود هو الثالث، خلاف بين الرواة لا داعي للخوض فيه. بعضهم يقول لك هذا الصبي وهذا الثبات، وتخريجات العلماء رحمة الله عليهم لا أريد أن نضيع عليه الوقت. الشاهد من هذا الحديث الصبي هذا أخص القصة وشوفوا الشاهد. هذا الصبي لما شاف الأم تاعه ترضع في الولد تاعها، مر بها رجل يركب في دابة فارهة، معناه يركب في عود مليح غالي، يعني بخير باديا مليح، وحسن الشارة. الشارة هي المنظر، معناه شكله جبال، الشكل تاعه زين، وراكب دابة مليحة. لما رأته والأم تبغي ولدها يكون مليح قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، من يكبر ولدي كيما احنا، من يقول لك يكبر يولي كيما فلان. هي ثاني قالت لها: اللهم اجعل ابني مثله، معناه يولي فيه عنده دراهم، يولي زين في شكله، يولي كبير.
ترك ثدي أمه ونظر إلى الرجل وقال له اللهم لا تجعلني مثله. قال له يا ربي ما تخلينيش نولي كما على لأنه ظالم، الرجل هذا ظالم. يعني يمشوا فوجدوا جارية مرأة مملوكة عبدة، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العبد، وإنما جارية مملوكة أمة. لقوا أمة تضرب بالسيارة متهمينها، يقول لها زنيتي وخونتي، وهي تقول لهم ما سرقت ما زنيت، لكن شكون يأمنها؟ لا أحد يصدقها، فجعلت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. نظرت الأم على هذه المغبونة قالت لها يا ربي ما تخليش ولدي يولي كمان مغبون في حياته. فنظر هو وقال له اللهم اجعلني مثله، على لأنها متمسكة بربي. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث راه باغي يوريك ما يسمى بأن المظاهر خداعة. ما تشوفش على الشكل. إن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى ألوانك ولا إلى أشكالك، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الحديث هذا معنى الحديث لا تحكم على الكتاب من غلافه. شفتوا في وسائل التواصل الاجتماعي الواحد يبغي يطلع المقطع تاعه يدير لك مفاجأة من العيار الدقيق. أنت تدخل تلقى ولا شيء، تدخل إلى المقطع تلقى لا شيء، ولا يقول لك دعاء من قاله كان من الناجين، تدخل أنت تلقى لا دعاء ولا هم يحزنون. واش دار فرقعة إعلامية. احنا عندنا بعض الأشخاص عندهم فرقعة إعلامية شكلها شباب لكن من الداخل خاوي. احنا أمرنا شرعا أن نعتني بالقلب والشكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. شكلك إذا يكون زين صح، قبل لا يكون شكلك زين إذا يكون قلبك زين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة. يؤتى بالرجل السمين البدين كبير في مدبة ما شاء الله، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال النبي واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نقيم له وزن، أنا تبين شكلها مليح في الدنيا لكن لا شيء. يقول الله عز وجل على عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس النفاق، هو الذي قال نزل فيه قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الرجل ملعون كان طويل وشباب وصوته مليح. تخيل شوف جمع بين جمال الوجه واللي هو لاطاي تاع طويل شكله شباب وجهه زين وصوته زين، معناه جمع بين الحسن. يقول فيه الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. عمرك ما يغرك الظاهر. كم من أناس تشوف فيه تقوى وهو أضل من إبليس. كان تشوف أنت متقي تروح تعيش نهار ولا زوج تلقاه أكثر من إبليس. تلقى إبليس من يشوفه يقول أعوذ بالله منك قال هذا لطيف أنا هذا فاتح. وكاين اللي أنت ترى صاحبه بعيد على ربي وهو أقرب إلى الله منك بكثير. تشوفه تقول هذا يتاع صواح، تلقاه داير واحد الحسنات خفية تلقاه ما شفتوش أقرب إلى الله منك. صدق رسول الله القائل رب أشعث أغبر. أشعث معناه شعره مطعطش وأغبر معناه مسخ. مدفوع بالأبواب، من يدخل ما خليش يدخل صالي وسخالي. مدفوع معناه ما خليش يدخل للديار ليحتري على كيما بكري كان الدراويش خرج له برا ياكل ما تخليش يدخل، خرج له برا. مدفوع بالأبواب ما تخليش يدخل. مدفوع بالأبواب وجدا لو أقسم على الله لأبر. معناه يقول رب العالمين يديها يدي. رب العالمين ما ينظرش للشكل. الديكور ما يعيلاش لأن الديكور هذا تأكله التراب تبقى غير روحي وقية. تراب هذه تموت تدفنوك يجي الدود يأكل كل الجسم كل جمالك شكلك. إذا لم يكن الجوهر شباب الجسم يدير كوالو إلا يكونوا مع بعض كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم جوهره جميل وظاهره أجمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بطول. هذا طول رواه أحمد ورواه الإمام مسلم مختصرا من حديث أنس بن مالك وأبي برزة الأسلمي. يعطيكم واحد القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما تشوفش الكتاب من شكله، ما تقعدش تشوف الناس قال فلان في خوف ربي عشرته لم ترى أنت نهار تعشره تقول لي خاف ربي، ثاني فلان تقول لي فلان ما يخافش ربي، شفت هذا ممكن يكون هذا من أولياء الله مش بين الكتاب، مش شرط يبين لك، مش شرط يبين لك بلي أنا فيه خوف ربي، الإنسان يعمل لله عز وجل ويتركه من الرياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام يروينا قصة رجل ذميم الوجه مش شباب، ليس شريف النسب، ما عنده حتى أصل وفقير، هيا تخيل بالله. هذا في العربي قديما يليق يكون شريف جدوده ملاح ويكون عنده المال، وانت راجل ما عندك لا مال لا اصل لا واش تدير بك العرب. فهذا في وقت العرب في الجاهليه يعني مع رسول الله عليه الصلاه والسلام لا وجه زين ولا مال ولا عائله، ما عنده شرف يعني كان مملوكا وعبد لا شيء لا شيء، لكنه عند الله حي الخداع. شوف هذا الحديث الذي رواه الامام احمد في المسند بطوله الامام مسلم مختصرا من حديث انس بن مالك ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جليبيبا رجل يمازح النساء، يبغي هذا يضحك مع النساء بزاف قبل فرض آية الحجاب. تعرفوا آية الحجاب اللي هي آية سورة الأحزاب، قبلها ما كانش كاين حجاب، يعني كان عادي الاختلاط بين الرجال والنساء كان عادي. لما نزلت آية الحجاب فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجال والنساء. ثم تعرفوا الدعوة تفرعت ما نزلتش من واحدة، تدرج التشريع، فكان يمازح النساء. فجاء أبي برزة فوجده يمازح زوجته فقال لها إن كلمتيه بعد هذه لأفعلن كذا وكذا، ما تزيديش تهضر تابع بعديه. ثم قال وكان رجل من الأنصار قد أيمت ابنته، أيمت معناه مات رجل. الصحابة كانت عندهم واحد المزية، مين يموت واحد بنته تطلق ولا تتأيم ما يزوجهاش حتى يشاور رسول الله عليه الصلاة والسلام. على يشاور رسول الله؟ ممكن رسول الله يتزوجها ينال الشرف، ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجها. تعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع من النساء حتى بعد آية الحجاب لما نزل قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال لها حتى نزلت هذه الآية كان النبي يتزوج 1 2 4 5 مش عندها عدد، وهذه علمنا فيها نقطة سأقف عندها إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي يقول لها يا رسول الله بنتي طلقت، بنتي مات رجل. النبي عليه الصلاة والسلام إما يتزوجها هو ونال الشرف، وإما يزوجها لواحد من الصحابة يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يعاملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بنتي أيمت، أنا عندي بنت مليحة زينة مليحة لكنها ما تزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجنيها؟ قال له تزوجها لي؟ زوجنيها بالوكالة، أنا زوجني لموكلي يعني الواحد، زوجنيها؟ قال بلى يا رسول الله ونعم عين. نعم عين معنى عيني تولي يعني العين تاعي تنظر إلى هذا المنظر أنا نطول ونشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج بنتي، معنى رجعت سقسي فيا وانت بغيت تتزوج بنتي. قال له بلى ونعم عين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لي، أنا قلت لك زوجها أنا زوجها لك صار أنا. قال ولمن؟ قال لجليبي. هاي واحد جليبي ما راش شباب، ما عندها أصل، ما عندها المال، كي يدير يزوجوها؟ تعرفوا بأن المال هو الحسن، المال هو الحسن والنسب اللي هو أصلها. قال عائشة سيدنا رسول الله رحمه الله راح خطبوا له لما تقدم أبو طالب في الخطبة في خطبة الخطبة قال لهم ما عندناش المال بصح عارفين هو شو جدوده وعائلته، هو ما شاء الله مؤدب مازال ما دارش المال بصح الناس عندها العشيرة تاعها معروفة، بصح هذا شبه تدخل ما عنده مال ما عنده شكل ما عنده شرف. فلما قال له جليبي سكت حوس يخرج مش بغي يرد رسول الله. فقال يا رسول الله حتى أسأل أمه، خليه نشاور أمها وش راح يوصي لها باغي يحصلها
الزوجة قال هي ما بغاتش أنا لا دخل. فرجع إلى زوجته وقال رسول الله يريد ابنتك، رسول الله يريد ابنتك. قالت بلى ونعمى عيني. تعال تشاورني أنا رسول الله جاي خبرني أعطيه هذا توكل على الله. فقال ليس له ماشي هو. قالت ولمن؟ قال لجليبيب. ثابت البناني راوي الحديث نقل اللفظ بصوتيته. تعرفوا الادب العربي كاين الفاظ تنقل صوتيا، الفاظ صوتيه تحطوها كما من يديروا في جماعه التواصل الاجتماعي يدير لك الها مع الحركه هذه يقول لها الفاظ صوتيه ونزلوها منزل الكتاب. ثابت البناني وجد نقل اللفظ صوتي، نقله صوتي. فلما قال لها لجليبيب قالت له اني. عرفت معنى اني؟ معنى كيما واحد يقول قال اش داير يا رجلي؟ قالت له اني 3 مرات معناه اللي عاشت بنتي نعطيها جليبيب. قالت يا هذا لقد خطبها فلان وفلان وفلان من علية القوم ولم نعطيها لاحد، اعطيها لجليبيب. قال خليها ونعطيها جليبيب. فرجع الرجل يريد الذهاب الى رسول الله ويقول لها انا دخل لي الزوجه هي التي رفضت تزويج ابنتي. فسمعته البنت من وراء الستار، من وراء الستار معنى حشمانه تشتغل مع بواه ديال الحياه. وقالت أرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي لي بهذا؟ قالت رسول الله هو اللي بغي هذا؟ قالها ان ابتاح بلى. اش قالت بالله يعني؟ أن تحتاج الى خطب كل واحد يقول شيء في هذا الحديث لازم نقول عنده حتى نهايه رمضان ما نكملش. قالت لهم ادفعوني له فلن يضيعني. صحيح رسول الله اعلم مني ومنك ومش عارف واش، مع ان الرجل ما عندهش كاع مقياس لا يقاس بالماديات اصلا. قالت لهم ادفعوني له فلن يضيعني. ثم تزوجت هذه المرأة، تزوجت من جليبيب وخرج جليبيب في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة جلس النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يقول لهم أتذكرون فلان؟ يقول لها هنا فلان مات فلان مات فلان مات فلان مات. يجب يتفكر بعض. أتفقدون رجلا؟ آخر يقول أفقد صديقي، أفقد أخي، أفقد صاحبي. وكاش قاعد يجبد جليبيب لأن ليس له عائلة وليس من علية القوم. تعرفوا شو يقول سيدنا رسول الله؟ قال لهم ولكني أفقد جليبيبا. قال لهم أنا خصني جليبيب. تعرفوا نعمكم أنا خصني هذا الرجل. فخرج النبي في القتلى يتفقده فوجده ميتا وبجانبه 7. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه بعدما قتل 7. لما ذكرت 7 وقتلوه. ثم قال النبي اسمع هذا جيدا هذا مني وأنا منه. بعد يعود فيها رسول الله هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما رشبه، ما عنده مال، ما عنده نسب، ما عنده منصب، لكنه عبد لله يعبد ربه. هذا مقياس الدين، هذا مقياس الدين. تتزوجها قارون بعد يقول يغبن. حق تعطيك إذا خطب الغني بنات قومه رقصنا من المسرة والبشارة وإن خطب الفقير ولو تقيا فزعنا إلى صلاة الاستخارة. من يكون فقير واتصل الاستخارة والغني يعطوها له بلا يشاور على عقيقة، ممكن يعذبها العذاب الأليم، ممكن يكون يشرب حاشاكم يجي يطيبوا ها واحد، ممكن يشرب ويضربها، ممكن نجس مسخ شكلها جميل لكنه نجس ما عنده حتى أصل. ما تنظرش إلى الأشكال، انظر إلى اللب الجوهر. كاين ثاني تحس به متدين وهو قلت لكم إبليس. ثاني كاين نوع ثاني ماشي غير نوع هذا. نوع ثاني كاين تراه متدينا وهو إبليس ولابس البردة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كاين أبواب. إنسان ينظر إلى الصالح لمعروف الأخلاق، في أخلاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينهم وخلقه. شوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف سيدنا رسول الله ما قالكش إذا جاءكم من ترضون دينهم اسكت كان دينه كان دين الجامع كما يحتاج الجامع، لا قال لك دينه وخلقه.
معناه كاين واحد حافظ على الصلوات يصوم كذا بصح مش شرط ما يحترمش الناس ما عندهاش اخلاق. لا، قال النبي دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. الشاهد قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه. تعرفون بان القتل ما ينقلوهش من الاماكن توحد. من فقه الشهاده ان الشهيد يدفن له في مكان المعركه كما شهداء احد. مفتوح زور احد هذيك المنطقه هي اللي ماتوا فيها صح، وين يموت الشهيد يحفروا. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم يوخروا هذا جليبيب باه يدفنوا له، فرفعه النبي على يديه. يبدا سيدنا رسول الله وقعد شاده وما يحفروا. قال انس بن مالك فلم يكن له سرير، سرير هو المحمل، فلم يكن له سرير الا يد رسول الله. تخيل بالله، ابو بكر ما دار شيء، ابو بكر رضي الله عنه ومات قبله، مات عثمان بن مظعون خوه، مات حمزه بن عبد المطلب وما دارش رسول الله. شوف حطها النبي عليه الصلاه والسلام على يديه وقعد شاده وما يحفر. شحال يحفر له بالله عليك؟ ساعه ساعتين ورسول الله شاده ماشي طريقه قاعد لا يبدا. فلما انهوا الحفر لان الشهيد لا يغسل ولا يكفن دفنه النبي عليه الصلاه والسلام بيده، نزل القبر حطها رسول الله وطلع. هذا هو رسول الله الذي ما كان ينظر لا الى صوره ولا الى شكل. سيدنا رسول الله عمرك ما تغره بشكلك شبوبك وزين ومش عارف واش. سيدنا عمر بن الخطاب واحد المره كان قاضيا في وقت ابي بكر الصديق، كان قاضي، فرجل بغى يسلف رجل دراهم فقال له جئني بشيء. جاء واحد سيدنا عمر بن الخطاب قال له بين يعطيه دراهم، قال له يجيب واحد يكفلها يضمنها ما تعطيه، ما يعني ندير له الوثيقه يعني نوثقها. فجاء رجل قال له انا نضمنها، فقال له عمر بن الخطاب يا اخي اتعرفه؟ قال تعرفه؟ قال له نعم. قال له اسافرت معه؟ قال له لا. اكنت له جارا؟ لا. اكان لك صهرا؟ لا. لولا قال له سافرت معه؟ قال له لا. الزوجه قال له هذا جارك؟ يعني جارك ما تعرفه؟ قال له لا. ثالثه قال له سيبك هذا تعرف سيبك؟ قال له لا. قال له فكيف تعرف؟ اذا تعرفت. ثم قال عمر بن الخطاب سمعوا هذه وليختم لعلك رايته في المسجد يخفض ويرفع. قال له شفته في الجامع راكع ساجد اول اللي طلبك. هذا قال له هو الاول اللي غادي يطلبك لانك نظرت الى الشكل لم تنظر الى الجوهر. نهار اللي تسافر معاه ويولي لك طرايعه، نهار اللي يكون جارك تسمعه يسد، نهار اللي يكون نسيبك ويولي كل شيء مكشوف تم يحكم عليه بالصلاح او بالفلاح. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يحفظنا جميعا وان يجعلنا هداة المهديين نهدي بامره الى صراط مستقيم. اللهم اغفر ذنوبنا واصلح عيوبنا وفرج كروبنا وتولى امرنا وارض عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. فيما يخص الطلاق الله يعطيكم الخير والبركه. واحد خلص 10 وهذا خلصنا 10 بدايه خلص واحد، الاخر خلص 8 والله خلص واحد والاخر 3 واحد 4 رانا في 26 فيديو. الله يكثر لكم الخير والمال الحلال والصحه والعافيه والله يبارك لكم بزاف الاولاد. وهذا مسجد لا مسجدي ولا مسجد اي احد، لا امام ولا معزله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. واحده مثلا 400 واخرى 100 كلها في ميزان حسن. الله يتقبل من المحسنين صدقاتهم امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.